عشان هي الأكلة الليبية الوحيدة اللي يدوروا فيها جميع المناطق والمدن في ليبيا طريقة واحدة، يعني ما فيش اختلافات. جاوبوا على السؤال، كملوا باقي الفيديو. فلسطين يا مهاب عندهم أكلة اسمها مسخن، نبوك تسخنا بها الجو. هذه ساخنة فيش مشكلة. لا تنصحنا بها؟ والله هي شوف، هي أكلة تعتبر طبيعية، مكوناتها زيت زيتون، بصل، دجاج. خلينا نتوكل على الله ونجربوها. طبعا قلنا نغير الجو ونشوفوا أكلة من دولة شقيقة، فوقع الاختيار على فلسطين. إن شاء الله ربي يسلم أهلها. اليوم حنجربوها، وأهلنا في تلك البلد الطيبة حيعطونا رأيهم. توكل على الله. هو الموضوع عندنا يحتاج حاجتين مهمات. اولا زيت الزيتون تكون خامه كويسه، شيء ثاني سمار، كنت تعرفوه اللي ما يعرفش حنقول لكم عليه. خلينا نتوكل على الله. هذا العنصر المهم في موضوعنا اليوم، سمار. هذا النوع اللي نحتاجه. حنستخدمه كميه مش اقل من 1 لتر. توابل عندنا حبهان، قرفة، زنجبيل، وهذا المكون المهم وهو اللي عليه العباء. حنحطه حوالي نص الكمية. ملح، تو اللي بعده هي الخبيز. طبعا الوكله هذه زيها زي الاكل اللي عندنا مثلا في ليبيا وفي الشرق المتوسط، تعتمد بشكل اساسي على العيش. والعيش هذا قد يكون رز، قد يكون فتات، قد يكون مكرونه، يعني يجمعوا بين اللحم والخضره ومعها العيش. يسموا فيها خبزه طابون او طابونه، ويديروا فيها في الاساس زي ما نقول لك على حطب وعلى حجر معين. احنا ما هوش متاح عندنا تو، فنحن حنديروه على صاج حديد ظهر. فتقدروا تفرجوا على الطريقه وتديروا زي انا صحيه نوعا ما. راسك واجعك اشتريها من الكوشه وتفرج. يلا هو نبدأ في العجن. بسم الله. 1 3. شوف العجانة هذه زيها 10 حتكون أصحاب النصيب. حناخذوهم من التعليقات. وفي سؤال بسيط، طبعا السؤال إجابته مش موجودة لا بشات جي بي تي ولا جوجل، يعني ركز لي كويس. قبل كل شيء للعلم، العجانة هذه حركة نحاس وتروس معدنية، يعني بإذن الله حاجة عمر. والسؤال يقول عشان هي الأكلة الليبية الوحيدة اللي يدوروا فيها جميع المناطق والمدن في ليبيا طريقة واحدة، يعني ما فيش اختلافات. جاوبوا على السؤال، كملوا باقي الفيديو. هنستخدموا دقيق أبيض، يعني نص الكمية، ونص الكمية ثانية دقيق قامة حبة كاملة. خبزتنا حنديروهن. أول شيء نولعوا الحطب. بسم الله. هذه خبزة واتية والنار واتية، ربي يجيركم منها. توكل على الله. فردوها باليد او بالنشاب. هيك الدجاج طايب واتي. خبيزتنا طايبة تمام. تو الخطوة اللي بعدها، أخيرا الدجاج. تجربتنا اليوم مسخن فلسطيني. بسم الله ما شاء الله. واخيرا جات الفرصه نذوق الاكله هذه. طبعا ماش عارفين نحن هل الاكله هذه تتبع فلسطين عامه ولا غزاويه. طبعا تستحق التجربه وتستحق التكرار. لا قوه الا بالله.